عارف يعني إيه تبيع الدنيا علشان حد وفي الآخر يتقالك بكل هدوء أنا مش بفكر في الجواز ومبسوط من غيرك؟ الجملة دي ما كانتش مجرد كلام، دي كانت الطلقة الأخيرة اللي اتضربت في قلبها وكرامتها بعد ما كان هو نفس الشخص اللي حارب الدنيا وأهله علشانها. الغريب إنها عاشت أجمل سنة في حياتها علشان تدفع تمنها سنتين وجع، وفي الآخر تلاقي نفسها متهمة إن هي اللي بتجري وراه. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. الحكاية بدأت زي الأفلام بالظبط، راجل وقف قدام أهله كسر القواعد كلها علشان الإنسان اللي بيحبها وعلشان يتجوزها. أول سنة كانت حلم، كانت هدوء ضحك وأمان. بتقول إن هو كان بالنسبة لها الزوج المثالي، والزوج المثالي لأي ست ممكن تتمناه. يصحى بدري يحضر لها الفطار، يرجع من الشغل يعدي يجيب أكل جاهز علشانها. وفي السنة دي هي أثبتت برضه إنها بنت أصول. لما الدنيا ضاقت بيه وقعد من الشغل ما سابتهوش يقع، باعت دهبها من ورا أهلها علشان تقف جنبه. وهنا بدأت أول غلطة من غير ما هي تاخد بالها. فجأة كل حاجة اتقلبت 180 درجة. الراجل اللي حارب علشانها قبل الجواز ما بقاش قادر يحميها بعد الجواز، لأن الحماية أصعب من الحرب. التعامل اتغير، البيت بقى ساحة مشاكل وتدخلات من أهله، لحد ما جه اليوم وقال لها ببساطة أنا عايزة أطلقك. ولما حاولت تصلح استخدم معاها أخطر أنواع الابتزاز، الابتزاز الهادي: لو ما اتطلقتيش بالمعروف هسيبك متعلقة والموضوع هيمشي في المحاكم. وفعلا اتطلقت وخدت حاجتها وبقت مطلقة وهي عندها 24 سنة. بعد الطلاق تعبت شوية بس قامت وبدأت تعيش. وهنا التليفون بدأ يرن تاني. أهله اللي كانوا سبب في الانفصال والطلاق هم اللي عايزينها ترجع وبيقولوا لها ارجعي، هو مش هيتجوز غيرك. بس ده ما كانش حنين، ده كان فخ هم عايزينها هي اللي تطلب الرجوع علشان يكسروا بقية كرامتها. ولما رفضت اتحولت في الرواية لست بتجري ومستنية، وبعتوا لها رسالة مع صاحبتها بطريقة غير مباشرة بيقول فيها أنا مش بفكر في الجواز ومبسوط كده أكتر. وهنا الإحساس الغريب مش بس رفض، دي محاولة تحطها في خانة الست اللي مستنية راجل باعها. الغريبة إن القصة دي سمعتها من ستات كتير وبأعمار مختلفة، وده معناه إننا مش قدام صدفة، لأن السيناريو تقريبا واحد، التوقيت واحد، السلوك حتى واحد، والنهاية شبه بعضها. والصدفة ما بتتكررش بالشكل المنظم ده، إحنا قدام نمط نفسي. الدكتور مصطفى محمود كان دايما بيفرق بين الحب والاحتياج، وكان شايف إن الإنسان اللي ما تصالحش مع نفسه بيحول الحب لمكان تعويض مش مشاركة. يعني ما بيحبش علشان يدي، بيحب علشان يكمل النقص اللي جواه. وده بيفسر لنا إن ليه في رجالة بترتاح لما الست تشيل، مش لأنها قوية لكن لأنها بتسد الفجوة اللي جواه، الفجوة اللي هو مش عارف يواجهها. مصطفى محمود كان دايما بيقول إن أي علاقة مبنية على الاحتياج مصيرها دايما الانهيار. الإمام الغزالي اتكلم بعمق عن العلاقات الإنسانية، وكان شايف إن المحبة الحقيقية ما بتنفصلش عن المسؤولية. يعني اللي يحب بيحافظ، بيصون، بيتحمل، مش بيضغط ولا بيبتز ولا حتى بيسيب. الغزالي كان واضح جدا في النقطة دي، وقال اللي يعجز عن تحمل المسؤولية لا يملك حق التعلق بغيره. وده بيخلينا نفهم إن الراجل اللي عارف يحارب علشان يتجوز بس معرفش يحمي بعد الجواز مش عاشق، ده متحمس مؤقت. ابن القيم فرق بين المودة والتعلق، وقال معنى مهم جدا، قال إن التعلق إذا زاد أفسد القلب وأضعف الإرادة. وده بالظبط اللي بيحصل لما الست هي اللي تشيل وتحب وتدي. هي بتفتكر إن هي بتقوي العلاقة، بس العكس، هي بتضعف نفسها أكتر وبتخلي الطرف التاني يفقد احترامه الداخلي لنفسه حتى لو ما اعترفش هو بده، لأن هي خدت دوره اللي بيحسسه قدام نفسه إن هو راجل. طيب ليه اللي كانوا بيحبوا في الأول اتعلقوا؟ أولاً لأن الست كانت ساعتها دايماً في القصص اللي بتبقى زي دي ما كانتش بتحب الراجل أو متحفظة،
أو ما بتتنازلش أو مش متعلقة بيه، فهو بيفضل يجري لحد ما يطمنها وبيدي لغاية ما يحسسها بالاهتمام، وساعتها الديناميكية بتتغير. هل ده ذنب الست؟ لا طبعا، بس في فرق بين دعم وفي فرق بين الذوبان. الدعم إن أنت تقولي أنا جنبك بس أنا مش مسؤولة، أنت اللي هتشيل وأنت اللي مسؤول، وهنا العلاقة بتختل. في علم النفس بيسموا الشخص ده بالمتجنب عاطفيا. ده شخص بيحب في البداية وبينجذب أثناء السعي وبيهرب أول ما العلاقة تحتاج عمق ومسؤولية، وده بيفسر ليه نفس السيناريو بيتكرر مع أعمار مختلفة وثقافات مختلفة. المشكلة مش في الست ولا في التوقيت ولا في الظروف، المشكلة في التركيبة النفسية. فكرة هو هيرجع، أيوة الراجل ده غالباً هيرجع، بس مش حب لكن احتياج، وحدة، فراغ، خوف من العمر، خوف من بداية جديدة. واللي بيرجع من احتياج مش اختيار، بيحولك لأداة أمان مش شريك حياة. ليه الرجوع هنا بيبقى خطر؟ لأن مفيش اعتذار حقيقي حصل، مفيش مواجهة، مفيش حتى تغيير سلوك واضح. إحنا مش بنتكلم عن مشكلة واتحلت، إحنا بنتكلم عن نمط في الحياة بيحصل. وهنا بنقدر نقول إن في رجالة عندها شجاعة تكسر بس ما عندهاش شجاعة تصلح. في علاقات ربنا أنقذنا منها مش علشان نرجع لها تاني، أنقذنا منها علشان نكمل من غيرها. اللي خرج من الدايرة ومرجعش هو مش قاسي ولا مش بيحب، لأ، هو واعي وبيحمي نفسه. مصطفى محمود قال إن السلام الداخلي هو أساس أي علاقة سليمة، والغزالي قال ما لا يصان لا يستحق، وابن القيم وضح إن ما أضعف القلب لا يجوز التمسك به باسم الحب. وعلشان كده اللي خرج من الدايرة فهم، مرجعش، مش قاسي ولا جاحد ولا متكبر، ده شخص اختار السلام بدل التكرار. الحب اللي محتاج تضحية مستمرة علشان يفضل واقف مش حب، ده استنزاف. والعلاقة اللي مفيهاش أمان حتى لو رجعت هترجع بنفس الخوف، بنفس القلق، بنفس النهاية. الفرصة التانية مش لازم تديها لنفس الشخص اللي كسرك، ممكن تديها لنفسك بعد ما فهمت الدرس. اللي رماك عن وعي ما ينفعش ترجع له بالحنين. اللي بيحبك بجد عمره ما كان يقدر يتنازل عنك أو يستغنى عنك بإرادته. النجاح الحقيقي مش إنك تسترجع اللي فقدته، النجاح إنك تبدأ من جديد مع شخص جديد على أرض نظيفة، مع شخص ما تضطرش تعلمه يعني إيه أمان. أنا إيمان هيش، وده بودكاست بين السطور. أشوفكم على خير إن شاء الله، ويا رب دايما قلوبكم مطمئنة.